اليوم جبت لكم موضوع مهم بزاف، وهو كيفاش تقدر تقرا بالذكاء وماشي بالجد فقط. بزاف ديال الناس كيكونوا كيقراو ساعات طويله ولكن ما كيتقدموش مزيان، وهذا الشيء علاش غادي نشارك معكم 3 تقنيات علميه غادي تساعدكم تزيدوا في الحفظ والتركيز. تابعوا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا من هذه النصائح الذهبيه غادي تبدل حياتكم الدراسيه. واش كتعاني من النسيان ولا كتقرا بزاف وما كتحفظ والو؟ هذا الفيديو فيه 3 تقنيات غادي تبدل الحياه ديالك الدراسيه. تابعوا حتى الاخر باش تعرف كيفاش تقرا بذكاء. التقنيه الاولى هي تقنيه الطماطم او البومودور. شنو كتعني؟ بزاف ديال التلاميذ كيقراو بالساعات وما كيديروش وقفات ولا استراحات، ولكن العقل البشري كيركز غير في 30 دقيقه الاولى. اذا الحل هو تقرا 25 دقيقه، تاخذ 5 دقائق كاستراحه باش ترجع الطاقه والتركيز ديالك، ومن بعد كترجع تكمل بنفس الطريقه. هادشي كيساعد الدماغ يرتاح ويرجع يركز اكثر. ثاني تقنيه هي التكرار المتباعد او ما يسمى بسبيسد ريبيتيشن. النسيان هو العدو الاول ديال التلاميذ، يعني كتقرا شي حاجه اليوم وراها بيومين كتلقى راسك نسيتيها. الحل هو انك تعاود تقرا الماده بعد يومين، ثم بعد 3 ايام، ثم بعد اسبوع، باش المعلومات تبقى في الدماغ ديالك لمده طويله. هذه الطريقه كتحارب النسيان وكتعزز الحفظ. ثالث تقنيه هي التفريق بين المفهوم والمعلومه. ماشي كلشي اللي كنقراو خاصك تحفظه بالحرف، كاين المفاهيم خاصك تفهمها باش تستوعب الموضوع، وكاين المعلومات اللي ضروري تحفظها لانها اساسيه. مثلا في ماده العلوم المفهوم هو انك تفهم كيفاش كيتشكل الجسم، والمعلومه هي تحفظ اسماء الاعضاء ودورها. باش تربح الوقت وتكون منظم فاش كتكون تقرا شي موضوع، حاول تلخص المعلومات باستعمال الالوان. مثلا العناوين الرئيسيه باللون الاحمر، العناوين الثانويه باللون الاخضر، والمعلومات المهمه باللون الصفر. وديما قبل الامتحان راجع غير هاد الملخص اللي درتي باستعمال الالوان. دابا عرفتي كيفاش تقرا بذكاء. بغيتك تجرب هاد التقنيات وتشاركني في التعليقات كيفاش كان التاثير ديالها على الحفظ ديالك. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتابونا في القناه باش تشوف باقي الفيديوهات اللي غادي تفيدك. نتمنى لكم النجاح والتوفيق، نتلاقاو في الفيديو الجاي.